احنا ما شاء الله ربنا بيبعت لنا الخير كله في الشتاء، سواء في الخضار الجميل اللي مالي الدنيا او سواء في الحليب. اللبن في الشتاء بيكون جميل 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 جدا، وبيطلع لنا خير كتير. وطبعا من ضمن الخير اللي بيطلعه ان احنا بنطلع منه اجمل قشطة واجمل جبنة وبنشرب لبن طعمه جميل مختلف خالص عن اللبن بتاع الصيف. هاتي 2 كيلو لبن من عند اللبان وحطيهم على النار، وتعالي اما اقولك هنعمل فيهم ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين. ان شاء الله النهاردة هنعمل طريقة الجبنة القريش، سهلة وبسيطة ولذيذة من تحت ايديكي، نظافة وجمال مفيش بعد كده. ومش هنحط اي اضافات خالص على اللبن، وهنطلعها زي ما قال الكتاب بالظبط، كريمي مقشططة وتحفة وطعمها مميز جدا. في الاول جبنا 2 كيلو لبن زي ما انت شايفة كده، حطيناهم على نار هادية وبسيبهم يبدأوا يسخنوا معايا. بس اوعي تغليهم، احنا مش هنشربهم ولا هنشيلهم في التلاجة، لا احنا هنعمل بيهم جبنة. والجبنة مش عايزة درجة حرارة عالية خالص، انا بعملها كده بالظبط. اظبط الحرارة بتكون من 50 ل55 بس، بالظبط زي الزبادي اللي انا هسيبلك الفيديو بتاعه اخر الفيديو دوت، او هتشوفيه في الوصف ان شاء الله. خلاص الحرارة جت 55، قفلت عليه النار وهبدأ انزله في علبة او احطه في حلة او اسيبه في اللبانة زي ما هو كده. بس اهم حاجة هغطيه كويس جدا، هغطي بالغطا بتاع العلبة او اللبانة، وعلى طول فوطة مهير فوقيه، وفوطة كمان فوق الفوطة المهير هتدفي وتحتفظ بدرجة الحرارة بتاعته علشان ما يبردش معايا، احنا الدنيا ساقعة دلوقتي. ومش هنحطه على الرخامة، لا الرخامة بتبقى ساقعة، بحطه في دولاب المطبخ من جوه. او لو ما عندكيش مكان في دولاب المطبخ حطيه على الرخامة، تحطي فوطة تحته الاول وبعد كده تحطيه وهو متغطي بالفوط بتاعته برضه. احنا عايزين نخليه دافي شوية علشان البكتيريا اللي فيه تتنشط ويطلع لنا كل الخير اللي جواه. خلاص كده هو قعد يوم ونص معايا في المطبخ، وخلاص هدخله التلاجة علشان القشطة تمسك نفسها. هو خلاص لما بيروب وبيكون خلاص اتظبط وطلع الوش القشطة فوق، بيكون في فاصل كده من الشرش او من السايل ما بين القشطة والجبنة، او ما بين القشطة واللبن اللي راب. فعلشان تمسك نفسها القشطة واعرف افصلها كويس زي ما انت شايفة كده، لازم تدخل التلاجة على الاقل 4 ساعات. بتدخل التلاجة بتمسك القشطة نفسها وبتطلعيها زي ما انت شايفة كده. عايزة تطلعيها تاكليها مفيش مشكلة، عايزة تطلعيها تعمليها زبدة اللي هسيبلك الفيديو بتاعها في علامة الاي او في الوصف. ما تسيبيش الفيديو وتروحي تتفرجي عليها، لا كملي الفيديو وبعد كده يبقى شوفيها، بتلاقيها في الوصف من تحت. في اخر الوصف بيجيلك كل الفيديوهات اللي انا بسيبها لك ان شاء الله. القشطه جميله وممتازه، انا قعدت يعني ما بشيلش منها القشطه، بس المره دي اخدت حته منها كده كانت جميله بصراحه، كنت بفطر ففطرت بيها. خلاص كده انا اخدت القشطه، بجيب بقى مصفى بلاستيك بقى او ستانلس او زي ما انت عايزه، بحط جواها شاشه عشان البروتين او الجزيئات الصغيره اللي في اللبن ما تنزلش منها. بحط شاشه بالطول وشاشه بالعرض، وبنزل فيها اللبن الرايب اللي هيتحول جبنه ان شاء الله كمان شويه، وبخليها تصفي الشرش بتاعها او السائل بتاعها مثلا بره التلاجة عادي، احنا في الشتاء مفيش اي مشكله. لكن لو احنا في الصيف لازم تتحط في التلاجة طبعا. نيجي للملح، انا بصراحة ما بحبش الجبنة حادقة خالص، فانا ال2 كيلو لبن دول حطيت عليهم تقريبا تلت معلقة صغيرة ملح. عايزة تزودي زودي، عايزة تقللي قللي، ما فيش مشكلة، بس احنا بنحط الملح عشان نظبط طعمها كده ما تبقاش مايعة معانا، وبرده ما نحديهاش قوي، احنا مش هنعملها في المش علشان كمان الاطفال تقبل تاكلها وتحبها كده. بدأت تنزل الشرش بتاعها ده كده، كان عدى ساعتين تقريبا. هكمل لسه، عايزة تنزل شوية كمان عشان لسه فيها سوائل. بضم الشاشة على بعضها كده بحيث ان هي تنزل السوائل اللي فيها. انا ما بصفهاش للاخر خالص عشان تبقى كريمي، لو صفيتها للاخر خالص هتبقى محجرة ومش هتبقى لذيذة. فبصفيها شوية كده، ضميت الشاشة لسه، شوفي بتنزل شرش منها ازاي، وبسيبها كده مضمومة. عايزة تحطي فوقيها بقى حاجة تقيلة كده تنزل شوية، تساعد ان هي تضغط عليها وتنزل شوية، مفيش مشكلة. عايزة تسيبيها كده برضو مفيش مشكلة.
انا سبتها كده ما حطيتش عليها حاجه تقيله خالص، لاني بحبها كريمي كريمي، بس في نفس الوقت هتتقطع معاكي وتتعمل جبنه زي اللي بتتجاب من بره، بس بطعم لذيذ جدا جدا، وخيرها جواها ومليانه قشطه وفوايد. شايفه نزلت كده بقيه الشرش اللي فيها. خلاص كده انا هاخدها واروح احطها على الحصيره عشان تعمل شكل الجبنه. لو عايزاها كده زي ما هي وتاخديها تحطيها في علبه، خير وبركه. عايزه بقى تديها شكل الجبنه القريش، انا طبعا ما عنديش حصيره، فبجيب الكوستر بتاع الاطباق او حصيره السوشي. كان عندي الاول حصيره السوشي بس باظت مني، ما بطولهاش بصراحه، بغيرها مثلا كل فتره. والشاش ده كمان بغيره كل فتره، ما بسيبهوش علشان من كتر الاستخدام اكيد بيدخل جواه جزيئات مهما غسلناه، فبيصفر شويه كده، وطبعا دوت ما يبقاش صحي خالص. والكوستر ده بتلاقيه في اي محل بيبيع ادوات منزليه، موجود ومتوفر كتير جدا. هو انواع كتير، حاولي تجيبي النوع اللي هو بيبقى قافل على نفسه شويه، مش المخرم كتير، بحيث ان هو ما ينزلكيش جبنه من الفتحات. خلاص كده حاولت افرد الجبنه حاجه بسيطه كده على الكوستر علشان اعرف الفها كده. هلفها كويس واضغط وانا بلف شويه كده علشان تاخد معايا الشكل، الطبيعي بتاع الجبنه القريش اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت او من اللبان او من اي مكان. خلاص بلفها، بضغط على الكوستر وبدخل الجبنه الزياده دي بايدي وانا بلف، وهسيبها كده حوالي ساعه ساعتين كده في التلاجة، لغايه مثلا ما بيبقى فيه شويه شرش كده بينزلوا، والكوستر يتطبع على الجبنه ويدينا شكل حلو. بس كده جبنه خلصت ومفيش ألذ من كده. يلا نفتح بقى ونشوف العظمه اللي اتعملت. شايفه هو مبينزلش سوائل كتير، بس من التبصيمه اللي بصمتها الحصيره على الجبنه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بجد بجد اطعم جبنه هتاكليها، جبنه بخيرها، نظافه وريحه وطعم، كأنك بتاكلي قشطه مش جبنه. وكمان الولاد ما شاء الله كلهم هيحبوها، علشان احنا الجبنه اللي بنجيبها من بره بتكون فيها حضه كده، تحسي مش عارفه ان هي في عليها حاجه، تحسي ان ريحتها خميره، تحسي ان هي بلبن مغلي. يعني طعمها بجد ما بيكونش مستساغ للاطفال ولا للكبار حتى، الا من بعض الفلاحات معينين كده اللي تقدري تجيبي منهم وانتي مطمنه. بس كده شوفي خرطه الجبنه عامله ازاي، جبنه هي ما فيهاش اي كلام. وعاملينها من 2 كيلو لبن وطلعنا الخير منها، والقشطه اللي طلعيها دي لذيذه لذيذه جدا، وتقدري تعملي بيها سمنه جميله زي ما هسيبلك في الفيديو. بس تعالي بقى نشوف الجبنه عملت ازاي. شايفه الخرطه معاكي هي بنحركها ما بيحصلش فيها اي حاجه، بس في نفس الوقت كريميه ولذيذه جدا، بتتفرد ولا اجدع جبنه من السوبر ماركت. يعني ملكيش اي حاجه خالص انك تعمليها، اهم حاجه اللبن يكون حلو فيه خير جميل كده. وعلى طول هاتي عيش سخن واعملي بيه اجمل سندوتش جبنه، ولا تعملي بيضتين كده وتضيفي عليهم حته جبنه وتفكرك بالذكريات الجميله. ما كانش فيه اطعم من البيض بالجبنه مع جدتي الله يرحمها. جبنه هي قعدت اسبوع في التلاجة ولا حصل لها اي حاجه. ليه؟ علشان انا حفظتها في علبه محكمه الغلق، وباخد منها بمعلقه ناشفه مش مبلوله ولا فيها شرش ولا نزلت شرش ولا عملت فيها اي حاجه خالص. ويا سلام بقى لو قطعتلك شويه فلفل الوان كده او فلفل اخضر مع حته طماطمايه، وتحطي حته جبنه حلوه كده ومعلقتين زيت زيتون، اجمل فطار هتاكليه او عشاء تاكليه بالمعلقه كده من غير اي عيش ولا اي حاجه خالص، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. ولو عجبك المحتوى وعجبك الفيديو ما تنسيش الشير سبسكرايب والكومنت الجميل منك، وما تنسيش تشوفي فيديو الكب كيك اللي بالجبنه القريش.